في بلاد كبيرة وفي بلاد قوية وفي بلاد غنية، لكن في بلد واحدة بس العالم كله اتفق إنها أم الدنيا، بلد حضارتها سبقت الزمن بآلاف السنين، ويمكن لو مش موجودة كان شكل العالم اختلف تماما. البلد دي هي مصر. بس يا ترى ليه اتسمت أم الدنيا؟ ومين اللي أطلق عليها أم الدنيا؟ كل ده هنعرفه في باقي الفيديو. هنيجي من الناحية التاريخية من أيام المصريين القدماء، وكانت مصر أول دولة مركزية منظمة في التاريخ، يعني أول جيش وأول قانون وأول كتابة هيروغليفية. العلماء بيقولوا إن دي مش بس أقدم حضارة، لأ، لكن هي اللي علمت باقي الأمم يعني إيه دولة. عشان كده اتقال إن مصر هي الأصل والباقي فروع. هنيجي من الناحية الإسلامية، ومن الأقاويل اللي مشهورة المنسوبة للصحابي عمرو بن العاص وقت فتح مصر، قال: مصر خزانة الأرض، فمن أراد الدنيا فعليه بمصر، ومن أراد الآخرة فعليه بمصر. الكلمة دي معناها إن مصر مش بس تاريخ، لكن خير وبركة. هنيجي بقى للناحية الجغرافية. بص كده على الخريطة، هتلاقي مصر واقفة في قلب العالم، يعني هي الجسر اللي بيربط ما بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. يعني لو أي حد عايز يروح في أي مكان في الدنيا لازم يعدي على أم الدنيا. أما بقى من الناحية الاقتصادية فمعروف من آلاف السنين إنها مخزن الغلة، لأن أرضها خصبة ونيلها حياة. وهنيجي لأهم نقطة وهي الحضارة المصرية. اللي يميز مصر عن حضارات كتير إنها ما وقفتش، من الفرعوني للقبطي للإسلامي لحد النهاردة. مصر هي الحضارة الوحيدة اللي فضلت عايشة لآلاف السنين، وده بيثبت إنها فعلا أصل الدنيا. مصر مش مجرد بلد، مصر أم الدنيا فعلا. واللقب ده مش شرف نفتخر بيه، لأ، دي أمانة لازم نتحملها ونكون قدها.